في العيلة دي البنت تتعب والولد يقبض. أنا ما كنتش بس بصرف على نفسي، أنا كنت بمول أخويا من غير ما أعرف. كل شهر أستلم المرتب، أرتب نفسي على الأساسيات، وفجأة ألاقي نفسي مديونة. أسأل أمي، ترد بثقة غريبة: ما تقلقيش، كله في البيت. البيت؟ لأ، الفلوس ما كانتش بتروح البيت. في مرة وأنا راجعة بدري سمعتها بتكلمه: خد الفلوس وخلص نفسك، أختك قوية وتستحمل. قوية؟ يعني أشتغل شغلانتين، أرجع البيت مكسورة، واصحي تاني يوم وكأني ماكينة؟ واجهتها. كنت متوقعة إنكار، دموع، أي حاجة، بس اللي حصل كان أسوأ. قالت لي بهدوء مستفز: أنتي بتفهمي، إنما هو راجل. راجل إزاي؟ راجل وهو نايم لحد العصر؟ راجل وأنا اللي بدفع فواتيره؟ قلت لها: ليه ما يشتغلش؟ ردت من غير تردد: مش كل الناس محظوظة زيك. محظوظة؟ هو الشغل بقى حظ؟ ولا لأني بنت فالتعب مطلوب مني تلقائي؟ أخويا ما كلمنيش ولا شكرني ولا حتى حس إن في حاجة غلط. كان بياخد الفلوس وكأنها مخصص شهري، ولما قلت إني مش هدي فلوس تاني قلبوا الترابيزة عليا. أنا اللي بقيت الأنانية، أنا اللي قطعت العشرة، أنا اللي نسيت أهلي. ولا حد سأل أنا تعبت قد إيه، أنا استحملت إيه. اللي وجعني مش الفلوس، اللي وجعني إن اكتشفت إن في البيت ده أنا مش بنت، أنا حل مؤقت. دلوقتي كل جنيه في حسابي متراقب، مش منهم، من نفسي. لأني فهمت متأخر، اللي يتعود ياخد تعبك هيزعل جدا لما توقف.